السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع تيمة من جديد، ووصفة جديدة بإذن الله. دائما الجديد، كيك بدون جلوتين، بدون أي دقيق، بدون نشا، بدون مكسرات، بدون أي دهون، وممكن يكون بدون سكر كذلك. أنا هنايا غادي نستعمل فقط السكر ديال الفاني، ما غاديش ندير سكر كاع. بالنسبة للمقادير، غنجيبو واحد البول، غنديرو فيه هنايا 2 ديال لي ساشي ديال الفاني. كما قلت، هاد الخطوه اللي ما بغاش يدير كاع السكر غادي يدير اي نكهه وما يديرش هاد السكر. انا اعتمدت فقط على هاد 2 ديال لي ساشي ديال الفاني يعني في النكهه وفي السكر. ما غاديش نزيد مثلا السكر معاه. ضفنا عليهم 4 ديال البيضات، يعني حجم كبير بحراره المطبخ. غنضيفو معاهم رشه ديال الملح دائما لتعديل الطعم في الكيك، وغادي نخلطو بطراب يدوي. ما تنساوش لايك باش الفيديو يطلع الناس اخرين محتاجين بحال هاد الوصفات هادو بدون جلوتين. غادي نخلطو جيدا هادوك السوائل، ومن بعد غادي نجيبو العامل ديال الربط، يعني العامل النواشف اللي هو الحليب بودره. هنا نيدو المدعم. دائما تسولوني على واخا انا ما تنحملش هاد الاشهارات هكا، ولكن انا وريت لكم هاد وريت لكم هاد الساشي ديال هاد الحليب نيدو المدعم اللي مكتوبه فيه العلامه بدون جلوتين. انا هاد الساشي هذا كبير ديال 2 كيلو ونصف، عندي اكثر من عام ونصف، يعني قربيت بيريما. فقلت اش غادي ندير به. الفكره طاحت عليا ديال الكيك صافي، ولان ديجا انا عارفه ان ممكن يتصايب حليب وخبز يصايب كيك وخبز كذلك غير بالحليب بودره. في خباري يعني سنوات هذه باش كنت درت عليه تجارب. فقلت شنو غادي ندير به الكيك، وغادي نتشاركو مع الاخوات والاخوان. هنايا انا بديت تنظيف في الحليب بودره، يعني بدات بشويه بشويه وانا تنخلط. الخليط هز لي انا 225 غرام. يعني ماشي نتوما غادي تجيبوا 225 غرام وديروها دقه واحده، لا، ممكن نتوما مثلا تكونوا خدمتوا ببيض صغير فغيهز لكم كميه اقل. اخر خطوه ضفنا واحد الساشي ديال خميره الحلويات وزن 8 غرام. ممكن تعويضوها بمعلقه كبيره ديال بيكربونات الصوديوم الصالحه للاكل اللي تتباع في الفرماسيان. على العموم الخليط هنا ديال الكيك خاصو يكون ثقيل، لان الا كان الخليط خفيف، يعني خليط خفيف ولا سائل، فهو غادي يطلع في الفران، ومن بعد ملي تجبدوا الكيك غادي ينزل وغادي يرجع يعني مدقس. شوفوا الخليط كيفاش تيكون، يعني خليط ثقيل. يعني تبقاو تضيفوا في الحليب بشويه بشويه وانتم تتخلطوا، وتسناو ثاني واحد الدقيقه لانه تيتشرب هو داك الخليط ديال الحليب شويه شويه تيتقال. ونعاودوا نزيدوا حتى نحصلوا على هذا القوام هذا اللي هو ثقيل. شفتوا بحال الخليط ديال الجينواز فاش نكونوا خدمناه مزيان بحال هكاك تيكون. المول انا قبل ما نبدا خطوات الكيك دهنته بالزبده ورشيته بالسمسم، وهذه الخطوه فهي اختياريه. ممكن اننا نرشو بالسمسم، نرشو باللوز ايفيلي، نرشو بدقيق الارز بالنسبه للناس السياكيين. بالنسبه للناس العاديين ممكن يرشو بالدقيق، وممكن حتى الناس العاديين يستعملوا اي حليب، ما عندهمش فيه مشكل، ماشي ضروري العلامه. الفران كما قلت شاعل على 180 درجه فقط من الاسفل لمده 25 دقيقه، لان المول اللي استعملت انا فيه 20 سنتيم. من بعد تنتيستيو بهذاك بهذاك العويده تاع هذا ديال الشوا، وتنشوفوا واش خرج لينا ناشف. تنعرفوا بان الكيك راه طاب، تنتسناو عليه واحد شويه يبرد وتنقلبوه هكا. تنقلبوه في شي شبكه اللي غادي دير لينا، اللي نخليوه فيها تينشف، نخليوه يبرد تماما وعاد نقطعوه. ما نقطعوش الكيك نهائيا وهو سخون باش ما يتعجنش لينا. الكيك تيجي اسفنجي رائع، يعني اللي شافو ما تصدقش ان هذا راه كيك بدون دهون، بدون سميتو سكر، بدون اي دقيق، بدون نشا، ما تصدقش. نتمنى ان الحلقه ديال اليوم تعجبكم وتستافدوا منها. ولا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه خليوه لي في التعاليق دائما، وراني تنحاول نجاوب على قدر المستطاع. الا اللي ما شفتوش مثلا، يعني اي سؤال شفتو راني تنجاوب عليه، الا اللي ما شفتوش يسمح لي. في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.